السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى معانا 3 توك كيوت قوي وبساط قوي بطريقة سهلة ما هي صعبة. زي ما انتوا شايفين كده، انا هجيب لولي. دي اول واحدة هعملها. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنجيب اللولي نلضم كده 6 حبات مقاس 8. طبعا أنا هشتغل بمقاس 8 وهشتغل بمقاس 4 زي ما انتوا شايفين كده. هعملهم عبارة عن دايرة، وبعد كده هجيب فص لونه موف برضو من اللولي مقاس 8، هيبقى لونه بنفسجي يتحط في النص. بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى بالشكل ده. طبعا شغل الهاند ميد جميل جدا وبسيط، ممكن اي واحدة تقدر تعمله لانه مش صعب. اهي عبارة عن وردة، بقت وردة كده ب6 حبات لولي ابيض وواحدة موف. هاجي كده من اي ناحية انا عايزاها، هكمل الوردة التانية هشبكها يعني فيها، اطلع كده زي ما انتوا شايفين. انا بتبتها الاول، تبتها وبعقدها، وبعد كده هبدأ الضم للتانية معايا. بسيطة قوي وسهلة، مش محتاجة حاجة. هفضل اشتغل كده لحد ما اعمل الطول اللي انا عايزاه. عبارة عن دوائر ماسكة في بعضها، يعني ورد ماسك في بعضه. بصوا، وارجع كده ادخله في خرزة اللي انا خرجت منها. كل مرة هحط 5 لوليات عشان في واحدة من الوردة اللي قبليها هتديني منظر الوردة انها 6، وهحط في وسطيها اللولاية البنفسجي دي اللي هي الموف. مش صعبة، وانا عاملاها بطريقة عادية خالص، يعني اللي ما بتعرفش هتعرف تعملها معانا ان شاء الله. بصوا اهي، واروح حاطة الواحدة الموف. هفضل اطلع كده لحد قيمة الوردة اللي انا عايزاها، الطول اللي انا عايزاه. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اهم شيء بشد الفتلة السنارة اللي معايا اللي انا بشتغل بيها. انا ما بشتغلش اهو بإبرة قدامكم، بشتغل بفتلة السنارة على طول، وبثبت بيها، بلف وبرجع. بصوا منظرها حلو ازاي. بكمل برضو كده 3 وردات، دي الرابعة. حبايبي اللي وصل معانا لحد كده في الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوا مننا كل جديد. هنا بقى دي الوردة الرابعة، برضو بعملها بنفس الطريقة، وبدخل خيط السنارة والفه تاني واطلع من نفس الحرف اللي بعد كده هبدأ منه. ادي 5 لوليات، بيدوني على طول وردة زي ما انتوا شايفين كده. هعمل معاكم كام توكة كلهم باللولي، سهل وطريقتهم سهلة طبعا للمدارس والشغل المدارس، اللي عايزة تعمل لبنوتاتها، اللي عايزة تعمل مشروع، حاجات بسيطة ورقيقة.
هنعملها مع بعض. النهاردة هنعمل 3 والمرة الجاية برضو هنعمل 2 أو 3، وكل ده يبقى في حلقة واحدة، يعني 3 توك في حلقة واحدة. هي هتبقى الحلقة طويلة بس يعني أحسن لنا. بصوا هفضل أعمل لحد ما أنا عايزة أعملها بطول معين، هكملها. قلتلكوا هي مش صعبة، هي عبارة عن لضم اللولي بس، ومش صعب. زي ما انتوا شايفين كده 5 لوليات بندخلهم في اللولية الأساسية اللي هي معانا من التوكة. يعني أول واحدة بس اللي هنعملها 6، وبعد كده هنحط 5 طول ما احنا ماشيين. ما هي الصعبة. اللولية هنا مسدودة، هجيب إبرة وأسلكها اهي. شغل الهاند ميد جميل جدا، وبيطلع في النهاية المنظر بتاعه شيك وحلو قوي. بصوا منظره بيبقى جميل جدا. هنا بدأت برضو واحدة جديدة، برضو 5 لوليات. انا بيبقى اسهل ليا ان انا اشتغل بالفتلة ناحيتين، بس انا عاملاها بناحية واحدة. عشان ايه؟ طبعا اللي ما بيعرفوش يشتغلوا شغل الهاند ميد يشتغلوا بالفتلة الواحدة اسهل ليهم. بس والله الفتلتين اسهل، بس عشان محدش يتلخبط. لان لو انا بشتغل بالفتلتين، ناحية هحط فيها 3 وناحية هحط فيها 2، ونروح مخرجينهم اسهل لينا من كده. بس انا عشان اللي ما بيعرفش يتعلم عادي، حاجة بسيطة يبدأ بيها. هنا بقى عندي أوروجانزا. هجيب الأوروجانزا، انا مش هقيس، هعمل عبارة عن كالونات. هعملها زي كالونات زي ما انتوا شايفين، اللي هي كسرة يمين وكسرة شمال، وهمشي بالسراجة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حاجة كده بسيطة وكيوت قوي. وزي ما انتوا شايفين الطوقين التانيين دول برضو هجيب لكم عمايلهم. اللي قدامي دول برضو مش صعب، سهل، عبارة عن لضم بس. اللي هي قدام دي عبارة عن شغل زي اللي احنا اشتغلناها، بس بطريقة ايه تانية. الحلقتين دول هيبقوا شغل هاندميد جميل قوي. الشغل الهاندميد ومريح للأعصاب. همشي كده لحد ما اعمل القيمة اللي انا عايزاها عشان احط عليها
اللي انا عملته باللولي ده، المستطيل ده اللي انا عملته. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. بصوا كده انا عملت القيمة، هشوفها ان لقيتها موفية هقص. هنا الفتلة خلصت، هلضم الفتلة الاول. وطبعا انا جبت لها طوق مكسي، الطوق دي مكسية بس انا بكسيها تاني بايدي بالستان، بتبقى افضل ما نسيبها كده. يعني دي مش هركبها على طوق سلك، انا هركبها على طوق عادي حديد عادي بس مكسي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللون الموف طبعا جميل ومن اجمل الالوان، خصوصا الاطفال بتحب اللون الموف والبينك، يحبوا الالوان الزاهية الجميلة دي. هي طبيعة الوان مريحة للاعصاب. هنا بقى قصيت الاورجانزا لاني وصلت للقيمة اللي انا عايزاها. هلسع بالنار كده بواسطة الجفت عشان يبقوا ماسكين في بعض، واكمل عشان اثبت الابرة واقطعها. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. حاجة حلوة قوي، بسيطة قوي، سهلة مش صعبة. اهي هجيب بقى الطوق الزق عليه، اجيب الطوق والزق عليه المستطيل اللي انا عاملاه من الورد دون اللي هو اللولي. بعد ما الزق المستطيل من الاورجانزا زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. حاجة كده رقيقة وبسيطة وجميلة جدا. لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا بلزقه بقى بالشمع، عايزة تلزقي بالبي 7000 الزقي اللي انت عايزاه اعمليه، بس انا بفضل الشمع بيلزق بسرعة. ممكن شمع مع بي 7000. ادي شكل الطوق بقى حاجة كيوت قوي. وطبعا هنا بقى هاجي على الحرف اعمل لولي، هلضمه بالابرة وبعدين اخيطه على الطوق، اخيطه على الحرف ده. هو ما جاش في الكاميرا مش عارفة ليه برضو. هنا بقى هعمل الطوق التاني. الطوق التاني سلك نحاس، بيتباع طوق كده جاهزة تقريبا ب2 جنيه تقريبا، انا مش فاكرة بالظبط بس هو في حدود 2 جنيه. المهم هلضمه باللولي. هنا بشوفه لقيته مقاسه 36، بقيسه بس بالمسطرة ببقى عارفة المقاس. هنا بقى هعمل الفيونكة دي 35 حبة من حبات اللولي، ومعمولة بطريقة سهلة هوريها لكم دلوقتي، ما هي صعبة. هتلضمي اللولي على السلك
35 حباية، سهل جدا. هنا بثبت بس اللولي اللي هقف عليه في الفيونكة. مش صعب، سهل، كلها عبارة عن لضم عادي. هي أول واحدة اللي فيها شغل عشان الأورجانزا، لكن دي لضم عادي خالص، مفيهاش أي حاجة. هنا بقى ادي الفيونكة عبارة عن حتة واحدة. أنا بعدها لكم 35 حباية من اللولي، مقاس 8، المقاس اللي انت عايزاه واللي يتوفر عندك اعمليه. أسيب 7 من الحرف ده و7 من الحرف ده وأثبت، يعني 7 و7 لهم حرف الفيونكة. هعمل بخيط السنارة واربطهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده، بجيب خيط السنارة واربط عقدتين والف عليها لفتين برضو او 3. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. واروح اعوجة الحتة دي كده، خلي 10 من على الحرف ده و10 من على الحرف ده، واحدة في النص. هيدوني منظر الفيونكة دي. هلف برضو معاها خيط السنارة زي ما انتوا شايفين. مش صعبة، عمايل الفيونكة سهلة قوي باللولي. انا بثبتها بخيط السنارة عشان تبقى جامدة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى عقد خيط السنارة. بقت فيونكة جميلة. هدخلها بقى ايه في قلب الطوق السلك عشان اثبتها. طبعا لازم اثبتها كويس عشان ما تلفش معايا في الطوق السلك. هنا بقى اثبت بالبي 7000 والشمع، لان البي 7000 مش هيمسكها في اولها كويس، فالشمع هيمسك معايا شوية. بكمل لف خيط السنار عليها. هنا بقى حطيت لولاية مقاس 8، لقيتها مش حلوة هشيلها. هحط واحدة صغيرة يعني عشان تبين لي الفيونكة انها فيونكة. لو حطيت واحدة من المقاس الكبير كانت هتبقى من نفس الفيونكة، شكلها مش حلو. هنا بقى بكمل لضم عادي، وعندي الخرز الملون ده هحط 3 خرزات. المقاس بتاعهم حوالي 12، مقاس 12. هما عندي انا مش شارياهم، كانوا فايضين من شغل من فترة، فانا بكمل بيهم. لقيت منظرهم حلو. ممكن احطهم فاصل لولاية بينهم وبين بعض، وممكن احطهم ال3 فوق بعض، بس انا فضلت احط فاصل لولاية
بينهم وبين بعض. هنا بقى بكمل لضم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى هحاول أثبت الفيونكة بحتة جوخ وشمع مع بعض مع البي 7000، لأن الفيونكة عمالة تتحرك. حطيت قطعة جوخ صغيرة أوي حوالي سنتي، مش كبيرة. ايه رأيكم في الشكل؟ ادي الفيونكة ولسه هكمل الطوق، بس انا بوريكم الشكل. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا بقى هكمل لضم اللولي على طول بقى خلاص. زي ما انتوا شايفين كده بثبت بالبي 7000 على النحاس. نكمل لحد نهاية التوكة. كمل لضم. حاجة كده جميلة قوي وبسيطة قوي وسهلة، ما هي صعبة. يعني النهاردة الحلقة دي للمبتدئين في شغل الهاند ميد، حاجة بسيطة قوي تقدري تطلعي منها حاجات جميلة، وممكن تشتغلي فيها مشروع برضو بسيط أو سهل ومش مكلف. هنا بقى خلاص بكمل اللي هما الخمسة المقاس 4 اللي هما بقفل بيهم الطوق. خلاص كده الطوق خلص واتظبط. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا دي مجموعة الأطواق بوريها لكم. الطوقين اللي على الحرف دول هينزلوا الحلقة الجاية. ده خلص خلاص. هنا بقى هعمل واحد فواكه، طوق فواكه برضو سهل قوي، عبارة عن لضم ما هوش فيه شغل، برضو من الطوق السلك. برضو مو بجيب شوية فواكه. طبعا انتوا عارفين عقد الفواكه، والعقد مش غالي، يعني سعره حوالي 20 25 جنيه، مش كتير. هاخد منه كام حباية هعملهم على طوق مع اللولي.
يعني احنا النهاردة بنشتغل في حاجات بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت مش مكلفة لو احنا عايزين نعملها لعيالنا او عايزين نعملها مشروع نكسب منه. هشوف بقى مجموعة الفواكه اللي احطها على حسب ما انا عايزة. هنا لضمت نص فراولاية، مش عجبتني هخلعها. زي ما انتوا شايفين كده حطيت غيرها فواكه تانية. هنا بقى هلضم كل اتنين بينهم قطعة فواكه. بجد جميلة وبسيطة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. كنت هحط وردة لقيتها مش حلوة فأنا بكمل عادي بالفواكه عادي نفس الفواكه. بثبت بالبي 7000، بحاول احطه على سلك اللي هي الطوق عشان يثبتهم. حاجة بسيطة قوي ورقيقة مش مكلفة يعني، هيتباع مثلا بمبلغ رخيص مش غالي. يعني الأم برضو تقدر تشتريه لبنوتتها أو تعمله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. حلوة أوي أوي أوي، شكله جميل جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. شايفين جماله؟ حاجة كده رقيقة رقيقة بجد.
اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وطبعا بفن بسيط يومك سعيد مع ماما شوجة، تقدري تنتجي وتبتكري كل ما هو جديد. وما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوا مننا كل جديد. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا لي رأيكم في التعليقات على الأطواق الجميلة دي.